السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ بخير احوالكم؟ كنتمنى تكونوا في احسن احوالكم، في صحه جيده وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. حبيباتي الغاليات، مرحبا بكم معايا فيديو جديد على القناه. مهم جيت البنات غنعطيكم واحد التوضيح بسيط على الوصفات اللي حاطه في القناه ديال زياده الوزن. بالخصوص جاوني بزاف ديال الاسئله من بزاف ديال البنات: حنان بزاف الوصفات، حنان تلفنا، حنان شنو غنديروا؟ واش هادشي كامل غيعطينا نتيجه؟ واش ما بقيناش عارفين ان الوصفه اللي غتوافقنا كيفاش؟ واش غنطبقوا هاد الوصفات كاملين؟ لا حبيبتي، ما غديروش هاد الوصفات كاملين، اكيد مستحيل. ولكن شنو غنعطيكم دابا؟ واحد الطريقه اللي غادي نستعملوها باش هكذا تبان معكم نتيجه وتاخذوا الوصفه اللي نتوما غتليق لكم. اول حاجه البنات كتمشي كتدخلي لاشين كتفرجي في الوصفات، وهكذا كتختاري الوصفه اللي انت عندك المكونات ديالها في الدار، وكتختاري 3 الوصفات. مثلا تقدري تاخدي الوصفه ديال الحلبه، ووصفه يكون فيها الجلجلان وشي حاجه اخرى، ووصفه تكون عباره عن عصير. تاخدي 3 الوصفات هما اللي غتقولي غادي نبدا بهم وغادي نديرهم في الروتين ديالي في زياده الوزن. من بعد البنات ملي كتاخدي هادوك 3 الوصفات كتبداي كديري واحد بروغرام. هاد الوصفات مثلا غنديرهم انا شهرين او غنديرهم شهر ونص، وغادي نشوف واش غيعطيوني نتيجه ولا لا. كتبعيهم لهذيك المده كامله، ومن بعد ملي كتحسي راسك عطاتك نتيجه كتعاودي تعاوديهم مازال. اما الا حسيتي بهم ما عطاوك حتى شي نتيجه، ديك الساعه كتحبسي وكتاخدي وصفات اخرين. شنو اللي كيوقع البنات؟ اللي كيوقع ان الوصفات الطبيعيه راهم ما كيبينوش النتيجه بالزربه، حيت طبيعيا الغلاضيتي غتغلاضي على الصح، ما غاديش تنفخي. عكس الادويه اللي كيكونوا في الصيدليه كيكونوا دغيا غير نفاخ، دغيا تتغلاضي، ولكن دغيا تتفشي. كما كتغلاضي بالزربه كتفشي بالزربه. اما الوصفات الطبيعيه اكيد الا غلاضيتي ما كتفشيش، حيت كتغلاضي على الصح وكتغلاضي بصحيحتك، تكوني قابطه صحيحتك عندك. علاش هاد البنات هادشي بخصوص كثره الوصفات؟ انا كنعطي بزاف الوصفات. علاش؟ حيت انا ملي كنت باغيه وصفات باش نزيد في الوزن ديالي ما لقيتش وصفات كثيره. داكشي علاش انا جميع الوصفات سواء نديرهم سواء يديرهم البنات صحباتي، سواء نلقاهم تصيفطوا لي البنات يعني تجاربهم، حيت انا كنقول خليو كيصيفطوا لي البنات التجارب ديالهم. يعني اي وحده دارت شي وصفه زادت ليها في الوزن كنحطها كنصورها وكنحطها لكم باش نتوما تلقاو الاختيار، تلقاو فاش تختاروا. ملي تدخلوا لاشين تلقاوها منوعه بالوصفات على حساب المقادير اللي عندكم، وعلى حساب نتوما شنو كتقدروا تاكلوا كل واحد، وشنو شنو زعما عزيز عليه تياكل. هادشي ما كان البنات بخصوص هذا الفيديو. حاجه اخرى حبيباتي، بالنسبه للبنات اللي مثلا كدير وصفه سيمانه ولا 2 سيمانات وتتقول لك راه ما وافقتنيش، اكيد ما غاديش توافقك. علاش؟ حيت الوصفات الطبيعيه كيبغيو انك تكملي فيهم. تاني حاجه كيبغيو انك تاكلي معاهم مزيان. وثالث حاجه كيبغيو انك تكوني مرتاحه وانتي تديريهم، يعني ما تكونيش معصبه، ما يكونش عندك شي مشكل، ما تكوني زعما موتره، ما يكونش عندك فقر الدم، ما يكونش عندك القيلول العصبي، وما يكونش عندك الديدان. هادو هما اللي كيمنعوك انك ما تزيديش في الوزن. يعني قلبي واش عندك شي مشكل كيخليك انك ما تغلاضيش. من بعد دخلي لاشين حبيبتي وشوفي الوصفات كاملين اللي كنحط، واختاري منهم 3 ولا 4 الوصفات وطبقيهم، وان شاء الله غادي تلقاي النتيجه اللي انت باغياها او النتيجه اللي كترضيك. كذلك البنات حاولوا انكم الوصفه فاش تطبقوها ما تقطعوهاش، مثلا نهار ونهار لا نديرها كل نهار باش هكذا تبان معاكم وتعطيكم نتيجه اللي كتطلبوها. كان هذا بخصوص كثره الاسئله اللي كتجيني على هذا الموضوع، بخصوص على كثره الوصفات ديال زياده الوزن. كنتمنى البنات ان هذا الفيديو يكون خفيف ظريف. كان فيديو عباره عن توضيح، وضحت فيه هذه النقطه وعطيتكم الطريقه اللي تقدروا حتى نتوما انكم طبقوها باش هكذا تزيدوا في الوزن ديالكم. حبوباتي الغاليات، السلام عليكم، دمتم في رعايه الله وحفظه، دمتم سالمين غانمين، حتى نلتقي في فيديو قادم ان شاء الله. بسلامه البنات.